بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه كيف طلعت من معبر راس جدير. شوفوا الشاحنات، بالله شوفوا الشاحنات، شوفوا اخوتي الشاحنات، مش معقولة بالكم الهائل هو اللي يحكوا عليه مز الواقع. شوفوا الشاحنات، شوفوا معاناة سواق الشاحنة قداش. اول شخص كنت نهدرز عليه تلاقينا في التأمين، طبعا قال لي 3 ايام، يعني اليوم الرابع. طبعا اليوم ما هوش حاسبه، هو قريب يطير ان اليوم ما هوش حاسبه، يعني اليوم الرابع وعنده الامور عادي. يعني شنو هي اللي احنا بنجيبوه منها تونس؟ المنجنيق. يعني ليش العرقله هذه كلها؟ ليش هذا؟ معاش تبادل تجاري، راه معاش فيه تبادل تجاري. طبعا تونس بلاد حضاره، اختنا الشقيقه، كيف ما تبوا تفهمها. ربي يحفظها تونس ان شاء الله وربي يحماها. طبعا احنا لا غنى عليها، لكن مش معقولة للدرجة هذه. طبعا الفيديو بنسكر لحظة قدامي بوابة ونرجع بعد البوابة مباشرة، وشوفوا الزحمة وشوفوا الكم الهائل من الشاحنات. طبعا هذا نهايتهم. تو هنا قدامي بوابة، بعد البوابة نفتح. طبعا كيف فوت البوابة، هاي التكملة، كيف فوت البوابة هذه تكملة الشاحنات المجموعة، الكم الهائل. يعني ان شاء الله ربي يكون في عونهم، والله ان شاء الله ربي يحفظهم. والله انهم يعانوا في معاناة هذه خاطر الرشوة والرشوات، الرشوة والمحسوبية. تعرف يحكوا، هو قال لك نعلمك في الكذب يا شيخ، قال نسمع نقوله. يحكوا قال لك اللي يبي يفوت ب 500. طبعا مني قال لك؟ قالوا لي هم جماعة الشاحنات في التأمين. تو معقول انا بندفع 500 وقداش البياج وقداش برا ديرني بعت النافطة زي ما يقولوا. بدي وضع بالهون، وضع مأساوي صراحة، وضع مأساوي جدا جدا جدا. فإذا كان لي 4 أيام وبيقعد في تونس 4-5 أيام، ثانيات 8، وبيقعد في الحظيرة ومروح 3-12، يعني 12 اليوم هو رب أسرة. يعني الموضوع فيا وزير الداخلية فتحي باشاغة، والي مدنين محمد جرافة رئيس معبر راس جدير، وينكم الشيء اللي صاير هذا كله؟ وين تشبحوا فيه ولا ما تشبحوش فيه؟ ولا مسؤولين يعني بصفة عامة؟ والله إلا شيء يؤسف حقيقة. يعني أنا نخدم على راسي، عندي سيارة صغيرة نخدم على راسي، موصل عائلة من طرابلس لراس جدير، لكن اللي ريته حقيقة يعني تتأسف. وانتم مالكم تشوفوا في الفيديو برواحكم واحكموا انتم. أنا مازال ايضا في بوابة ثاني قدام، تو بنسكر فيديو، بعد البوابة بنعود لكم ثاني. يعني شيء يشابه الخيال. ما شاء الله. هاي مازال خير، مازال خير، مازال. بسم الله ما شاء الله. يعني تقول ما فيش ولا شاحنة قاعدة في ليبيا، الشاحنات كلهم جو. معقولة 3 أيام؟ إذا كانك أنت طالب تحليل هذا بتاع تحليل الكورونا، هذا NCDS، هذا شو اسمه، هو طاح، هو 3 أيام طاح خلاص. أو البوابة هذه مش مسكر إنه ما فيش حد، هو 3 أيام طاح خلاص، المدة كل 3 أيام. يعني شيني المصلحة اللي دارها؟ يعني والله يا جماعة مش عارف، ولا غير زعم أنا زايدها حبتين ليبيين ونعرفوا بعض. والله الا وجعني حالهم صراحة، يعني والله يوجعني حالهم، وجعني حالهم. ان شاء الله ربي يكون في معهم، وان شاء الله ربي يعينهم وربي يوفقهم. والله انكم كفيتوا ووفيتوا زي ما يقولوا. هاي هذه بعد البوابة. يجيك واحد راسه مربع يقول لك الكسكسي كان ب7 ولا ب9 وبتدي اما كسكسي يا راجل، اما كسكسي. الحمد لله على فتح معبر، الناس تعاين وكذا، لكن انظروا للناس هيا زعما شو صاير فيها. هذه الناس هذه شو صاير فيها. هاي الشاحنات مازال طابور مستمر. ديروني ليبي غيور، ديروني واحد راسه حتى انا مربع، ديرها بالضحكه واللعبه كيف تبها جيره. تفضل. اي يعني يعقد المكرونه ويعقد الشربه ويعقد حتى المرفوسه يديرها بعون الله هنا.
تفضلي تفضلي. والله انكم مجاهدين، اشهد بالله انكم مجاهدين. الواحد يتفرج بعينه هيك يدهش، مش لابين شاد الدور. مازال الخير، مازال الخير، مازال الخير. طبعا نجري بسرعة 120 انا. بسم الله ما شاء الله، مازال الخير. ويجيك شرطي تابع وزارة الداخلية يتخاضى في مرتبة اللي هو هاك خصصت لك الوزارة، يقول له اعطيني 500 وتفوت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا ما الراشي والمرتشي في النار، تمسك ليش عنده اللي بالفارق 500. والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب ان شاء الله. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب. شيء لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. تفضل، مازال الخير، مازال. هذه نهاية السيارات، وإن شاء الله ربي يحفظكم وبارك الله فيكم. وفي الختام شن شعور آخر سيارة واقف زعما؟ آخر سيارة هذه شن شعورها؟ يلا السلام عليكم.